ايه هو احلى دعاء تدعيه علشان ربنا يشفيك؟ تعالوا اقول لكم عليه بس بعد ما تصلوا على الحبيب. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا دوايين، دواء سماوي وواحد أرضي. الأرض احنا كلنا عارفينه، أول ما بتتعب بتروح للدكتور أحمد وتقول له يا دكتور أنا محتاج دواء، يروح مديلك الدواء وتاخده. أما الدواء السماوي ده اللي هيقول لنا عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله الطبيب. خلي بالك لو خدت الدواء الأرضي غلط هيضرك، ولو خدت الدواء السماوي غلط هيضرك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح زار مريض لقى تعبان جدا، فبيقول له أنت دعيت بإيه؟ قال له اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه، أنت مش هتستحمله، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فقال له فشفاه الله. سجل بقى دون أول دعاء. تاني حاجة دعاء سيدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. تالت حاجة تحط إيدك اليمين على أي ألم في جسمك وتقول بسم الله 3 مرات وأعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. رابع حاجة كان بيختم بيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما بينام، كان بيقرأ سورة الفاتحة والموعظتين ويمسح بيهم على وشه وعلى بقية جسمه. خد بالأسباب الأرضية وخد بالأسباب السماوية وهتشفى بإذن الله. هتعمل إيه بقى؟ احفظوا وكرروا وشيروا. بس كده، سلام عليكم.